حافظ على كلامك وحسس عليه قبل ما تقول احسن لك. وام مازن لما سابتك ملطوعه ساعتين زي الكلبه في المضيافه، وطبعا بسلامتك خدت راحتك على الاخر وقلعت الحجاب كله. ودي فيها ان شاء الله غلط ولا غلط؟ وما يمنعش برضه انه يطول له عمر ابو مازن، دخل يطمن عليك. لا ده انت اتجننت فعلا. بقول لك استني هنا يا راجل يا عاقل، هو لو كان في بيني وما بينه حاجه كنت جيت حكيت لك على اللي حصل؟ طبعا، ما انا اهبل وبرياله. طب سيب ايدي وبطل جنان يا بدريه، انا مجنون هبقى مجنون بك انت. يوه اسلم، مجنون فعلا. ماشي يا بدريه، ماشي كده يبقى الست بدرية زعلانة بجد. ربنا ما يجيب تزعل طال عمرك. ليه بس بتقول كده؟ بقالها كام يوم ما زارتنا في البيت. معلش، اصل بترتب يعني حاجات للسفر. ايش سفر؟ لوين؟ اصل احنا قررنا ان شاء الله يعني اللي احنا نرجع مصر، وانا كنت جاي استاذن سعادتك. كيف ترجعوا لمصر؟ اتشاركنا انا واخواتي في مشروع وضروري ابقى جنب الشغل، وبعدين خالد بقاله فتره كبيره لوحده بعيد عننا، قلنا يعني يتربى في حضننا، وان كان على الشرط الجزائي اللي موجود في العقد انا مستعد اوفيه. ايش فيك يا رجال؟ حنا اصدقاء، ما اقدر اشرط عليك. ربنا يديم المعروف طال عمرك. وبعدين يا دكتور، انت دلوقتي بقيت تشتري اكتر ما بتبيع. معلش، ما انا ببيع في حته تانية يا حاج، هو كله مصلحه. بس الحقيقه ان اليومين دول ما بعيش المبلغ ده اللي انت عايزه. اوعى تقول كده، الله يبارك لك. انا محمد اخويا في بورسعيد ولازم ابعت له المبلغ، التجار هناك مش هيسكتوا. طب شويه كده خلص اللي في ايدي ونطلع فوق نشوف لك حل. فوق فين يا حاج؟ يا مصيبتي، اترحلنا؟ من جرايل عمايلك استهانم. ليه؟ عملت انا ايه عشان يرحلونا من السعوديه؟ اللي انا كنت خايف منه وحذرتك منه اكتر من مره. ده اللي هو ايه بقى؟ ام مازن، مش قلت لك ان معارفها كتير ولسانها اطول؟ تلاقيها لسنت علينا هنا ولا ضغطت حتى على جوزها، ويا عالم يمكن كلمت حد من الناس الكبار سمع كلامها وهو اللي امر بترحيلنا. طب والعمل وفلوسي اللي مرميه هنا وهناك هجيبها ازاي؟ قدامك يومين ثلاثه تلمي فلوسك من السوق لحد ما نجهز نفسنا للسفر، ومش عايز حد يعرف ان احنا مسافرين غير يوم السفر. وهنقعد فين في مصر؟ هنقعد عند ابويا الحاج توفيق. طب وشقتنا؟ ولا تكون بتضحك عليا ومفيش شقه من اصل؟ يا ستي ما بضحكش عليك ولا حاجه، الشقه لسه مش شطبتش، عشان كده هنقعد عند ابويا. هنقول لهم ايه في مصر؟ هنقول لهم اننا اترحلنا؟ لا انا ولا انت هنجيب سيره لحد، ولا انت عايزه تجيبي سيره وتفضحيني في مصر زي ما فتحتني هنا. فضايح ايه؟ هو انت هتلبسني تهمه ولا ايه؟ يا ستي لا تلبسيني ولا البسك ولا تعايريني ولا عايرك، الهم طايرني وطايلك. هقول لهم هتصرف، هقول لهم ان احمد عايزني في شغل، هقول لهم اي حاجه. واحمد نفسه هتقول له ايه؟ هقول له طهق، هقول له طهق، هقول له اي حاجه، المهم نمشي من هنا وفي اسرع وقت. اتفضل يا دكتور. واخدنا على فين يا حاج؟ الكبسولة دي ما يدخلهاش غير الناس الغاليين وبس. ايوه بس يا سيدي معلش انت شرفتها وباركتها، هتكبر والله وتبقى اوسع من كده. الله يبارك فيك يا حاج، ربنا يكرمك، بس على ايدك كله يعني. اروح اجيب لك في عمارتك شقه حلوه كده واسعه. اعمل بيها ايه؟ انا اهم حاجه عندي في الدنيا دي كلها الستر والتليفون. احنا تجار فلوس، واهم حاجه في التجاره دي ان العين ما تبقاش عليك. لا اله الا الله. بس اسمح لي يا حاج اختلف معاك في الحكايه دي. اختلف زي ما انت عايز، انا كده وهفضل كده. بص، انا ممكن اسكن اهلي وناسي في قصر كبير، لكن لما احب اشتغل برضه في الكبسوله. يا سلام يا حاج، ربنا يبارك لك في الكبسوله ويجعلها قصر في عينيك وفي عينينا. انا عامل بقى شويه تليفونات عشان اجمع لك المبلغ اللي انت عايزه. قول لي، انت عندك تليفون في البيت؟ الحمد لله عندي 4 في كل بيت واحد. شكلك متجوز 4 يا دكتور. يا ريت يسمع من بقك ربنا. يا سلام يا حاج على جمالك ان شاء الله. بس هو انا عندي 1 في بيت الحاج والحاجه، و2 عندي 1 عند اخويا. عايز نص سمين يا حاج. شطبنا يا ابني. شطبت ازاي يا حاج؟ ده انت لسه فاتح اهو. يا واد بقول لك شطبنا وطفينا النار كمان. لو شطبت يا حاج يبقى تلم وتروح عشان محدش يجيلك تاني. ايه؟ طب غور يا ابن الرافض من هنا. جاتك البلاوي فيك وفي اللي خلفوك. انا عارف ايه المصايب اللي بتتحدف علينا على الصبح دي. يقول لي عمري شطب، يقول لي مش عارف ايه. حاجه تغيظ صحيح. نص سمين يا حاج. شطبنا وطفينا النار. طب ما ينفعش تقلي لي نص كده على السريع؟ استغفر الله العظيم يا رب.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنقول شطب. روح. طب ولو قلت لك عشان خاطري؟ ده أنا عشان خاطرك مش هولع النار، ده أنا أولع في نفسي. إيه رأيك بقى إن أنا هعمل لك 2 كيلو سمين تاكلي صوابعك وراهم، مش نص بس. لا كفاية نص، أحسن أبويا لو كل كتير ونام ممكن يفطس ويموت. بعد الشر عليه طبعا. بعد الشر عليه وعلى كل اللي بيحبوكي. هو أنت بنت مين يا شباب؟ بنت عم فوزي اللي كان بيبيع أنابيب. انت فوزي؟ سبحان الله، كان بيبيع انابيب؟ الله، هو ابوكي فوزي بيبيع ايه دلوقتي؟ ربنا كرمه آخر كرم وفتح كشك سجاير. ايه؟ طب بس ازاي فوزي يسيبك تخرجي كده في نص الليل؟ مش خايف عليكي ولا ايه؟ ليه؟ هو كان حد هياكلني ولا كان حد هياكلني؟ برافو، برافو عليك يا بنت فوزي. انما انت ما قلتليش اسمك بنت فوزي؟ اجيب ليك اسم يعني. انا بالمؤاخذه انا عايز اعرف اسمك. اسمي منيرة. اسمي منيرة. كده مظبوط، اسم على مسمى، منيرة. وانت منيرة بصحيح. اموت انا في السمين. هيحصل ان شاء الله. كل البقالين والمحلات اللي احنا بننزل لهم منتجاتنا يا حاج بيلموا لي عمله على قد ما يقدروا. بس بلاش بقى تعمل معاهم كده كلهم، عشان ده خطر عليك. ايوه يا حاج انا عارف، عشان كده ما بعملش الا مع الناس اللي انا اثق فيها كويس قوي وبقول لهم يعملوا ايه. بس ايه الفايده؟ انت عارف في الاخر ده كله هيعمل معاك ايه؟ شويه ملاليم. ده حاج حسان. حاج امجد اتفضل. اهلا اهلا. ما توسعها علينا بقى يا حاج شويه. والله لسه بقول له. يا الدكتور احمد من خيره الناس. اهلا اهلا يا دكتور. الحاج امجد من اعز الناس على قلبي والله. يا اهلا وسهلا. انت الاحسن يا حاج. الله يكرمك، اتفضل. احنا اولادك وتلامذتك. الله يكرمك، اهلا اهلا، اتفضل اتفضل اتفضل. ايه الاخبار؟ في 150,000 اخضر. هما فين؟ بره في العربيه. وهنا في 100، يبقى كده معانا 250. دول بتوعنا دول يا حاج هاخدهم. لا انت تاخد 200 بس، وال50 يستنوا هنا ندور بيهم شغلانه. بس هيفرق قرشين مش قرش. كتير قوي يا حاج امجد قرش. لو معاك مليون دلوقتي اخده منك بنفس السعر اللي ببيع لك بيه. والله بيقول كده يا حاج عشان عارف ان ما معيش. تصدق صح. الشغلانه دي كده، اللي معاه قرش صياد واللي معهوش سمكه. لا اله الا الله. طب اعمل يا حاج امجد حساب اليوم اللي ممكن تبقى فيه سمكه. انتوا مين؟ مبروك يا ست الدكتور. مبروك على ايه؟ ست صباح جابت لك توأم زي القمر. توأم؟ بنتين. مالك يا دكتور؟ هو مالي ده بقى المشكلة. مش فاهمك. مالي ده هيروح فين؟ ادي لمين؟ ربنا يديلك طولة العمر يا ابني، وفي الآخر مالك لعيالك. البنات. صلي على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الرزق يا ابني زي ما بيجي في المال بيجي أكتر في العيال، والرزق الحلال بيبان خيره في العيال سواء ولاد أو بنات. قول اللهم لا اعتراض، وقوم صلي ركعتين لله، وادعي ان ربنا يحميهم ويسترهم ويجعلهم ابواب رزق تفتح لك باب الجنه. اللهم لا اعتراض
ايه مالك بتشمشمي في الجلابيه كده ليه؟ اصل ريحتها مش لادة عليا. يا سلام، وانت من امتى يا اختي شميتي ريحه عشان تعرفي اللي بتلد عليكي من اللي ما بتلدش عليكي؟ وانت لو بتاخد بالك من كلامك كنت عرفت الكلام الحلو من الكلام اللي ملوش طعم. والله العظيم انت اللي كلامك ملوش اي طعم. اوعي من وشك. ايه في ايه؟ رايح فين يا توفيق؟ رايح انام بره انا وجلابيتي عشان ارحمك من الريحه اللي هتخنقك. اياكش تكون ناسي ان فتحي ومراته معانا في الشقه. يا سلام، وهم قاعدين معانا هنا عشان يأيدوا حريتي ويقلوا راحتي. ابنك برضو يا توفيق، نستحمله لحد ما شقته تخلص. يا سلام، وهي كانت حبكت قوي انهم ينزلوا قبل الشقه ما تخلص. اهو اللي حصل. اهو اللي حصل ده هو اللي نفسي اعرفه. ايه اللي نزلهم فجأة كده؟ هقطع دراعي ان ما كانوا عملوا مصيبه هناك. برضو هتعمل اللي في دماغك وتنام بره؟ ايوه طبعا، ومن هنا ورايح هعمل اللي يريحني وبس. ما هو كل واحد في البيت ده بيعمل اللي يريحه من غير ما يعمل حساب لاي حد. انا كمان هعمل اللي يريحني ومش هعمل حساب لاي حد. انت فاهم ولا لا؟ يعني اقوم ارد عليه دلوقتي واقول له اذا كان هو مش طايقنا هنا ايراد، احنا مش طايقين العيشه هنا 24 ايراد؟ عشان خاطر يا بدريه وطي صوتك، الحكايه مش ناقصه. طب قوم طمنه يا اخويا، قول له من نجمه مش قاعده له فيها ساعه واحده. يا بدريه خلي اليومين اللي احنا عايشينهم هنا يعدوا على خير، ما تعمليش مشاكل مع ابويا عشان خاطر انا. يا راجل عايز نسمع بودني تلقيح الكلام علينا واعمل نفسي مش سامعه؟ اعمل ودن من طين وودن من عجين؟ ابويا مهما كان اعمل ايه يعني معاه؟ طب خليهولك يا حبيبي، وانا من نجمه رايحه عند ابويا. هو احنا ليه كده بس يا رب؟ ايه اللي بيحصل فينا ده؟ في البيت ومحدش طايقنا، والسعوديه واترحلنا منها. بقول لك ايه، لا الا موضوع السعوديه ده مش عايز مخلوق يعرف عنه حاجه. ولما حد يسالني اقول له إيه ان شاء الله؟ قولي اي حاجه، قولي اللي احنا سافرنا بمزاجنا. اللت والرغي اللي خلانا ترحلنا من السعوديه لو قرر هنا يا بدريه هنشحت يا بدريه. وهو احنا لسه هنشحت؟ ما احنا خلاص واقفين على الابواب، ما ناقصناش غير اننا نقول لله يا محسنين. صدقي بالله يا بدريه انا ما هيفقع مرارتي غير اللي انت مش فاهماني. نامي بقى نامي. هناء واقفه مع الدكتور عمر ابراهيم هناك اهي. الدكتور عمر ابراهيم ده اكتر واحد عنده ضمير في كل اساتذه كليه زراعه. ضمير يا محمد، الحاجه اللي ناقصانا في البلد دي. انت عارف لو الراجل ده يوافق يمسك مزرعتنا؟ بقول لك ايه، احنا جايين نتفق مع هناء، يبقى هناء وخلاص. خلاص حاضر، بس اروح اسلم عليه. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا محمد، ازيك؟ الحمد لله. على فكره انا زعلان منك جدا عشان ما كملتش دراستك، مش كان زمانك بقيت معيد زي هناء. معلش يا دكتور والله مشاغل بقى والشغل واخد كل وقتي. على العموم يا سيدي ربنا يوفقك، الباب مفتوح قدامك، تقدر تقدم في اي وقت. ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله. يلا يا هناء. يلا. بعد اذن حضرتك بس هاخد هناء ثواني اتكلم معاها كلمتين وتحصل حضرتك على طول. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في ايه يا محمد؟ خير؟ خير ان شاء الله. ازيك يا هناء؟ كويسه. هو في ايه؟ في ان احنا كنا عايزينك تيجي تشتغلي معانا. اشتغل معاكم فين؟ في المزرعه بتاعتنا. كله تمام يا حاج فتحي، كل الريش والفلايت فصلناهم لوحدهم. تمام. صلى على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. انا عايز اعرف كل ذبيحه فيها كام ريش بالظبط، وكام عرق فليك، وكام انتركوت. عايزك تتعامل مع الذبيحه زي ما يكون قميصه فرنجي، بتفصله على مزاجي. انا عاوز اعرف ايه لزوم التعب ده كله؟ احنا كنا بنبيع كل حاجه من غير ما نقطع ولا نفصل ولا نوزن. يا جدع بطل مناهده. لزوم التعب دوت ان الكيلو اللي انت بتبيعه ب 140 قرش هبيعه انا ب 2 جنيه و80 قرش. فهمت يعني ايه لزوم التعب ليه؟ نهار اسود. اسود عليك وعلى اللي جابوه. يعني معلش انت هتلاقيه ناشف شويه عني وعن محمد. هو ساعات كده يحبكها زياده عن اللزوم، بس في الاخر اخونا كبير بقى ولازم نستحمله ونسمع كلامه. انتوا ليه بتقولوا كده؟ الراجل كويس وانا ما اشتكيتش منه في حاجه. ما احنا بنقول كده عشان ما تشتكيش منه في حاجه. بالعكس انا شايفه راجل محترم وبتاع شغل. الحمد لله رب العالمين. انت تسمع الكلام وبس، انت فاهم؟
هو في كلام يتسمع وكلام ما يتسمعش يا حاج؟ يا اخي مين حكم في ماله وما ظلم؟ انت اسمع كلامه وخلاص. وتحط بالك في بقك كمان. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ في ايه بقى؟ عايزك بس تكلموا عليا يا احمد. معلش معلش تعالى يا حاج. لو كيلو اللحمه زاد ربع جنيه حالنا هيقف. تعالى يا الله. هو ماله ده؟ ايه المشكله يا حاج فتحي؟ اهدى بس. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست صباح. اتفضل يا ابو الحاج. يزيد فضلك يا بنتي. دي خطوه عزيزه. يعز مقدارك يا بنتي. يا ساتر يا ساتر. الله، ايه يا ولد؟ هو الولد ده ما بيروحش المدرسه ولا ايه؟ لا ازاي؟ بيروحوا المدرسه وبيروحوا الكتاب كمان، بس النهارده بيقولوا النهارده عيد العمال ولا مدرك ايه، وناديه السنه الجايه هتخش. هو انا ليا غيرهم يا ابو الحاج؟ ظهري وسندي. لا مؤاخذه يا ابو الحاج، ما تاخدنيش. تشرب ايه؟ لا مش هلحق الضيف، اقعدي. ليه بقى كفل الشر؟ لا مفيش حاجه، اصل صلاه العصر فاضل عليها ربع ساعه. هو الدكتور مش هنا ولا ايه؟ عمرك اطول من عمري يا ابو الحاج، انا كنت لسه هسالك عليه. يعني هو مش موجود؟ اديله اسبوعين ما نعرفش عنه حاجه. غريبه قوي. في حاجه يا ابو الحاج؟ الدكتور جراله حاجه؟ لا يا بنتي كفل الشر، اصله كان معايا بيصلي المغرب اول امبارح، وكان مكلفني بشويه حاجات اخلصها وخلصت والحمد لله. اخس عليك يا سي احمد. مالك يا بنتي؟ انا بقيت عامله زي الفرخه الدايخه يا ابو الحاج، شايله العيلتين على كتافي والاتنين التانيين ماسكين في دالي. قلت لما اتجوز الدكتور اهو ايد هتطبطب عليا، ولما اتجوزته بدل ما يقعد معايا بعد عني. انا ما بشتكيش يا ابو الحاج، بس الحمل تقل قوي، وبدل ما كنت بربي في حسام وناديه دلوقتي بقيت بربي في حسام وناديه وصفا ومرو. هو مقصر مع العيال في حاجه؟ الحق يتقال يا ابو الحاج، هو مكفينا وزياده، بس انا كمان ما اتجوزتوش عشان يبعد عني. معلش يا بنتي اعذريني، ما انت عارفه انه متجوز وعنده اشغال كتير. انا ما طلبتش منه حاجه يا ابو الحاج، انا كل اللي عايزاه يشوف عياله. طب يا بنتي انا هكلمه. سايقه عليك النبي يا ابو الحاج، لو كلمته ما تجيبلوش سيرتي. امال هكلمه في ايه واقول له ايه؟ جيبها له كده في وسط الكلام عشان ما يحسش ان انا بشتكي منه. ربنا يسهل. طب دول ولا اقول لك لما اشوفه بديهم له. ايه دول يا ابو الحاج؟ ده ورق الناس اللي طالبين مساعدات وعلاج في البلد. طب خلاص سيبهم هنا وانا اديهم له، يمكن يتعود يجي هنا عشان ياخد الورق. انا يا احمد بقيت اللي بنبنيه؟ ازاي بتقول كده؟ ده انا بزود راس المال وبزود الفلوس وبعمل كل الشغل ده عشان خاطرنا كلنا. يعني ايه يا حاج؟ لا اله الا الله، يعني بتطفش الزباين بتزود راس المال؟ احنا بس يا احمد سيبه يكمل. الله، وبعدين احنا متفقين مفيش حاجه هتحصل الا ما نوافق احنا الثلاثه، ولا ايه يا حاج؟ لو سمحتوا لي يا جماعه، وقبل ما الحاج فتحي يكمل كلامه، الموضوع ابسط من كده بكتير. الكلام اللي بيقوله الحاج فتحي ده هيفرق حوالي 12 13 كيلو في الذبيحه الواحده. الله يبارك فيك يا شيخ عمر. 12 13 كيلو، 12 13 كيلو دول مش هيفرقوا معاكم مع الزبائن التعبانين بتوعكم بتوع 140 قرش. انا هبيع الكيلو ب 2 جنيه 80 قرش، يعني الطقطقين. نقول لا ولا نقول امين؟ نقول امين طبعا يا حاج. نقول ايه يا احمد؟ نقول امين يا حاج. الله يبارك فيك يا عمر، انت عاجبني، انت ابن حلال. الله يبارك فيك يا حاج. خلاص يبقى نعرف دلوقتي هنبيع لمين وفين وازاي. اسمع يا دكتور اسمع، واحمد ربنا ان الحاج فتحي رجع لنا بالسلامه. طب يا اخويا الحمد لله، ربنا يخليكم لبعض. اتفضل يا حاج. المستشفيات الخاصه كيلو اللحمه بيتورد لهم هناك ب 3 جنيه وربع، احنا هننزله ب 2 جنيه 80 قرش، يعني بعون الله مش هياخدوا غير مننا احنا. ده غير الناس العلاوي اللي بيحبوا اللحمه الطريه، اللحمه المرتاحه. يعني احنا كده ضمننا المستشفيات وضمننا الناس العلاوي، وكده كده معانا الفقراء. يعني بعون الله هنبلع السوق كله وعن طريق الفم زي الدواء يا دكتور. بس مش كل الدواء بيتاخد عن طريق الفم يا حاج. قصدك ايه يا احمد؟ لا ما قصديش اي حاجه، قصدي اننا نتكل على الله ونعمل اللي انت عايزه وربك يستر. يبقى على بركه الله. لا، البعث اللي اسمه محي ده يجي هنا ويعرف ان الله حق، ويعرف لو قلت له انا نط في البحر ينط، نط في الجله ينط، ودلوقتي حالا. حاضر والله العظيم لا اجيبه دلوقتي حالا. انت كويس يا عمر، انا مبسوط منك قوي، الله يبارك فيك. دلوقتي لا اله الا الله. اتفضلي اتفضلي يا ست البنات، خش برجلك اليمين. اهلا وسهلا في بيتك ومطرحك.
روحي سلمي على الحاجه وحب على ايديها. يلا. ازيك يا حاج؟ مين دي يا توفيق؟ مراتي. يا مصدي مراتك. وبعدها لك ياما. مفيش يا مديحه. قلت لي سيبيني لوحدي، سبتك لوحدك. قلت لي ما حدش يجيب لي سيرته، ما حدش جاب لك سيرته. انما توصل ان انت ما تدوقيش اللقمه من الصبح، ده اللي مش هسكت عليه بقى. ماليش نفسي يا بنتي. اعملي معروف، سيبيني لوحدي، سيبيني الله لا يسيك. لا، ما انا سايباكي من الصبح يا اما، ايه اللي حصل يعني؟ انا كنت عملت ايه بس في دنيتي عشان يعمل فيا كده؟ ده انا شايلها على راسي العمر كله، عايشه معاها الحلوه والمره، عمري ما اشتكيت ولا مليت. يبقى ده جزاتي. حقك عليا، ما تزعليش نفسك يا اما، عشان خاطري، عشان خاطري ما تزعليش نفسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه خير مالكم؟ يا اهل يا اهل، لسه فاكر تيجي؟ ايه بس في ايه؟ امك مالها؟ ايه هو خالد ما حكالكش ولا ايه؟ خالد قال ان اغمى عليه عندها في البيت، جبتوه على هنا. ها ايه اللي حصل؟ وابوك فين؟ ما هو ابوك سبب البلوه اللي احنا فيها دي. ليه عمل ايه؟ ابوك متواضع الشديد يا حاج احمد، كرتنا كلنا على قفانا. ابوك اتجوز يا دكتور. اتجوز؟ والله كنت عارف انه هيعمل كده. جرى لك ايه يا احمد؟ انت عايز تجنني؟ امك بتموت جوه، عايزين نشوف حل في البلوه اللي هو وقعنا فيها دي. هنعمل ايه يعني؟ هنروح نطلقها ونجوزها لواحد تاني؟ الله، الكلام ده قبل الجواز. دلوقتي بقى ما بقاش فيه غير حل واحد. انا في عرضك. هو ايه؟ فصل القوات يا ريس. نفصل امك عن ابوك. يا حلاوتك يا حلاوتك ويا حلاوه ابوك. ما هو ده اللي احنا عاملينه. لحد امتى؟ لحد امتى يا بني ادم؟ لحد العمر كله. يا ريت الست الطيبه البركه دي تقعد معايا في البيت، على الاقل تحل بركتها علينا كلنا. لا اله الا الله. طب وليه يعني ما تروح العماره وتنقي احلى شقه فيهم وتقعد فيها؟ تقعد لوحدها؟ لا، لحد ما انت تروح تنقل وتقعد معاك. يعني انت عايز تخرب بيتي زي ما بيت امك اتخرب. هي بدريه بتطيق امي؟ يا جدع انت فكر في حل تاني. طب بقول لك ايه يا احمد يا حبيبي يا اخويا، ما تقعد معاك انت وسميحه بنت حلال وبتحب امي قوي. ليكن. لا، كله اللي كده يا احمد. يعني ايه؟ مش عايز امي تقعد معانا؟ ينقطع لساني لو قلت كده. دي ست الحاجه دي اشيلها فوق دماغي من فوق واخدمها من دلوقتي لغايه ما اموت. بس زي ما انت صعبان عليك امك تسيبها لوحدها، اديني الحق اقلق على ابويا وامي لو سبتهم وعشت بعيد عنهم. بس الظروف مختلفه دلوقتي. عم ابو شايشه الحمد لله راجل عاقل بيعامل امك حلو. ابويا بقى مستكتر سنه على نفسه ودايس على امي قوي. مش هعرف اسيبها في الظروف دي. طب ما تخليها هي تيجي تقعد معانا هنا وانا ايد لها صوابع العشرة شمع. عارف والله العظيم عارف. بس قولي لي انت ايه اللي قعدنا هنا في الحق ده واحنا ممكن نروح شقتنا واسعه وناخدها معانا؟ مش هقدر اسيب ابويا وامي لوحدهم. ليه بس؟ واحنا رايحين طنطا؟ ده احنا رايحين الهرم. ثواني تبقي عندهم. يا ستي هجيب لك تليفون هناك وتليفون هنا. قلت ايه؟ صباح الفل يا حاج. روح الجبل. يا صباح الهنا، يا صباح القشطة. أهلا أهلا يا حبيبي. ازيك يا حجيج عامل ايه؟ أهلا يا حبيبي أهلا. بعد إذنك يا حاج، أنا كان في عندي طلب كده ومش عايزك تكسفني فيه. أنت كل طلباتك أوامر، بس سيبني بقى أشبع من أم هاشم، أحسن أنا ما رضيتش أصحيها النهاردة، واليوم اللي ما بشوفهاش كأن حاجة ناقصاني. سيبني بقى أتدلع معاها وألعب معاها شوية. الدرجات دي يا حاج؟ وأنا ليا غيركم وغيرها يا حبيبي. أنا نفسي أعيش اليومين اللي فاضليني بينكم وأفرح بيها. يا رب يا رب أفرح بيك وتبقى عروسة. خدي بقى يا حبيبتي الأرواح بتاعك. إيديك الاتنين، يلا. أيوه اللي أهو. فين البوسة بقى بتاعت جده؟ الله، البوسة التانية. الله، ربنا يخليك ليا يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. ايه كنت عايزني في ايه بقى؟ لا لا خالص ولا اي حاجه.
ولا اي حاجه يا عم ابو شاشه. الله الله الله، مريم لينا مش هتاكلوا ولا ايه؟ ماليش نفسي يا حاج. مالكيش نفس ده ايه؟ انا هفتح نفسك ان شاء الله. دول شويه سمين وصايه، انا اللي عاملهم بايديا مخصوص. امسكي امسكي، خدي الكارع ده، يلا بسم الله بسم الله. تعيش يا حاج. حاج ايه يا صورة؟ ما تقولي لي يا توفيق على طول. طب مني ليك يا توفيق. ما بالراحة يا اخويا على نفسك شوية عشان تعرف تنام يا حاج. وهو انا باكل عشان انام؟ انا باكل عشان اقوم. هتقولنا ما بلاها يا حاج دي بقى. هقول لك ماشيه يا تيفا. ايوه حلوه يا تيفا، قولي لي يا تيفا. ماشي يا تيفا. الله، ايه يا منيره؟ في ايه؟ مالك بس؟ شوية حاجات كده شغلاني في دماغي يا تيفا. لا، من هنا ورايح مش عايزك تحطي اي حاجه في دماغك غير توفيق وبس، قصدي غير تيفا وبس. ده تيفا ده فوق دماغي من فوق وجوه قلبي كمان. شوف انا بحب البومبار قد ايه، بحبك انت اكتر من البومبار، وعزة جلال الله بموت فيك يا بنت يا منيره. بس انا زعلانه قوي يا تيفا. زعلانه؟ زعلانه من ايه؟ زعلانه من مين؟ قولي لي يا منيره، مين زعلك وانا اهرسهولك برجلي هرس؟ انت. اهرسني بس اعرف زعلتك في ايه بالظبط؟ يا اخويا قلت لي لما هتتجوزني هتقل لي دراعاتي دول من الذهب، واديهم اهم يا اخويا قدامك خفاف خف الريشه. طب هتشوفي هعمل ايه في دراعاتك البيضه الحلوه دي، ده انا هوزنهم دهب فعلا. بس انت شاوري بس. انا يا تيفا ما بحبش اضيع وقتي في المشاوره، عشان كده هجيب لك من الاخر. هاتي هاتي يا ست البنات. حاجه واحده كمان يا تيفا وبس. حاجه واحده ده ايه؟ اطلبي حاجات. لا، اللي على بالي يا اخويا دلوقتي حاجه واحده وبس. اموري. انا خايفه يا تيفا. خايفه ده ايه؟ طول ما انت مع توفيق ما تخافيش ابدا. طب ولو توفيق مش معايا؟ مش فاهمك، يعني ايه؟ يعني يا اخويا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني ولادك التلاتة يسدوا عين الشمس، لو قاموا على واحد ياكلوه بسنانهم. ايه ده؟ حد فيهم دسلك على طرف؟ حد منهم زعلك؟ حد قال لك كلمه كده ولا كده؟ لا 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 لا، انا يعني بتكلم يا تيفا بعد عمر طويل هبقى واقفه كده قدامهم بطولي من غير ظهر يحميني ويجيب لي حقي. طول ما انت مع توفيق حقك مش هيضيع ابدا يا منيره. يا اخويا ما انا عارفه ان طول ما انا مع توفيق حقي مش هيضيع، انا خايفه لا توفيق نفسه هو اللي يضيع مني. انت بتقولي ايه بس يا منيره؟ بعد عمر طويل يا تيفا، وبعدين يعني يخلصك ان انا اعيش معاك وانا قلقانه، وانت ادرى الناس ان الزمن ملوش امان. لا 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 لا، الكلام ده تقوليه لما يكون جوزك عدم المؤاخذه بالكلمه راجل خرع طري، انما لما يكون جوزك راجل زي توفيق ما تقلقيش ابدا، لان توفيق قصدي تيفا يعرف يامنك ويامن اهلك كمان. ما هو عشان كده يا تيفا انا جمدت قلبي وقلت اطلب منك. وماله؟ اطلبي. اكتب لي الشقه باسمي. فتح؟ لا لسه قافل. عريس بقى يا سيدي، انا نسيته كحل يا حبيبتي يما. الزواج في الكبر كالنقش على الحجر. بنت صغيره. عيب عليك يا احمد، ما تقولش بنت، حقك تقول يا قبلتي. يا صباح الخير. يا صباح الفل. ازيك يا راجل يا طيب؟ اتفضل يا بركه. اهلا 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 بيكم. والله زمان يا اولاد طول عمركم كده تتفرقوا وتتلموا في ثانيه. الله يبارك فيك. ربنا يكرمه ويديله الصحه يا رب اللي بيلموكم. هو مين بقى اللي بيلمنا يا حاج؟ مش معقول مش عارفه يا حبيبي، هو في غيره؟ ابوك. والله العظيم يا راجل يا طيب انا لسه بقول لهم كده، ربنا يديله الصحه يا رب يا رب. ما تعرفش يا حاج هو ما فتحش ليه النهارده؟ يا ابني يا حبيبي لازم تعرف ان ابوك عريس جديد ولازم ياخد وقته. يا سلام يا سلام، والله لسه قايل لهم كده دلوقتي. انت كنت عارف ان هو متجوز يا راجل يا طيب؟ طبعا، معقوله؟ اذا كنت انا شاهد على عقد الجواز. اما صحيح راجل ناقص، وتشهد على عقد جواز ابويا ليه؟ وما تقولناش ليه؟ اصل ما اخبيش عليكم، ابوك ربنا يكرمه يا رب ويسعده كان محلفني ان انا ما اجيبش اي سيره الا لما الموضوع يتم. طيب قول لي يا حاج، هو من ساعه ما اتجوز ما فتحش؟
والله هو كان المفروض يفتح من امبارح. طب اهو ما فتحش النهارده كمان اهو. جري يا ولاد، انتوا تقلقوني عليه ليه؟ مش معقول كده، روحوا له لحد البيت، مش عايزين تباركوا له، على الاقل تطمنوا وتطمنوني. يلا بينا يا احمد. يلا على فين؟ نروح نطمن على ابوه. طب اقعد بس ما تستربعش كده. الله، ما نستربعش ليه يعني؟ عشان ممكن لما يعرف ان احنا اللي بنخبط عليه ما يفتح لناش. يا اخي فتح ما فتحش هنطمن عليه وخلاص، ده ابونا مهما كان. وانت بقى الهي يا رب الشاهد عليك يوم ما ماتك، قادر يا كريم. يلا يا احمد، يلا يلا يا محمد. انا مش قلت لك 100 مره لا تفتحي باب ولا شباك؟ ما انا عملت يا تيفا اللي انت قلت لي عليه، وجيت يا اخويا صحتك انت اللي قلت لي سيبينا انام. فرحت سالت مين اللي بيخبط، قال لي انا ابن الحاج. ابنك، وفتحت له. ولما فتحت يا اخويا لقيت بسم الله ما شاء الله الثلاثه مترصصين قدامي. اقول لهم ايه؟ تقول لهم نايم نايم يا اختي. قلت لهم، قالوا لي عاوزين نشوفه ونطمن عليه. اقول لهم لا. يا سبحان الله، البيت اللي كنا فاردين فيه قلوعنا ودراعاتنا وصوتنا كان يجيب اخره، دلوقتي قاعدين زي الضيوف بنتوشوش لحد يسمعنا. انا اللي هيجنني في الموضوع ده كله اوضه امي، اوضه الحاجه رتيبه الطاهره اللي جرحها حته بنت مفعوصه ما تجيش من دور عيالها. لا وايه؟ مش اي بنت كمان. تعرفها ولا ايه؟ بنت فوزي بتاع نيو البوتاجاز، دول عيله تسلق كحل النعيم. بس مش اي عين، ما تقوليش يعني تسرق عين الحاج توفيق واولاده. امال فكرك يعني هي اتجوزته ليه؟ عشان سواد عيونه؟ ولا تكونش فاكر ابوك اسم الله عليه يعني طرزان؟ لا بقول لك ايه، هنا وقف لحين اشعار اخر. يعني ايه؟ يعني اذا كان على الجواز من حقه يتجوز. يا جدع انت بقول لك هتقلبه، مش بعيد تبيعه اللي وراه واللي قدامه. ما هو ده بقى الاشعار الاخر. في الحاله دي لو طلعوا حراميه احنا هنطلع ولاد شياطين.